ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قلت اعمل الجلاش بقى اللي قلب الدنيا، يعني قلب الدنيا على النت. الصينية المكشكشة الجلاش المكشكش. فقلت اعملها بقى وبتاع، الدنيا مقلوبة عليها وايه، واخد الترند واخد مش عارفة ايه وايه. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ طب نجرب بقى، بس فعلا يستاهل. والله العظيم حتة صينية تستاهل. واحدة بتقول على النت ان هي ايه، يعني راحت تشتريها فلقيتها ب400 جنيه. فقلت الله، طب ما نعملها. انا ما حاولتش الصراحة اسأل عليها ولا اشتريتها ولا أي حاجة يعني. انا قلت ايه اعملها بقى، انا سامعة ان هي قلبة الدنيا يعني. فحاجة سهلة وسريعة وجميلة فعلا فعلا. حقيقي اسهل حاجة ممكن تعمليها واحلى حاجة ممكن تاكليها. جربوها، جميلة جدا. فهنشوف عملناها ازاي. طعمها تحفة وسهلة. انا عملت الصاج ده، يعني اي صينية عندك اعملي فيها. هنا انا لسه شارية لفتين جلاش، ورقتين كده. فقلت اخلي بقى التانية جنبي، هعمل واحدة بس. يعني هو هياخد الصاج ده بسم الله ما شاء الله هياخد نص كيلو بس يعني. يعني هي اللفة بس بتاعت الجلاش. وعندك كاستر اهو. اول حاجة بس عشان الحق اعملها على النار، كيلو لبن ومعلقتين كاستر كبار. دول معلقتين كبار من المعلقة الكبيرة يعني، مليانين. وهحطهم على النار يا دوب يتعملوا من غير سكر. انا كفايه العسل اللي احنا هنحطه او السيرب اللي احنا هنحطه على على الصينيه في الاخر. وواحد فانيليا. بس كده. ومش هياخدوا حاجه على النار عشان اسيبهم يبردوا شويه، يعني مش شويه يعني هيبقوا سخنين بس عادي يعني، عشان اخلص منهم يعني. هنا الصاج بتاعي، انا اخترت الصاج بتاع الفرن نفسه اللي عندي يعني، فقلت اعمل فيه يعني. ما قلت عشان هو مدور كده وحلو يعني. فادهنيه كده، انا مسيحه السمنه. ادهنيه وهنحط ورقتين فوق بعض، اتنين فوق بعض، اللي هي البطانة بقى، البطانة بتاعت الكاستر اللي احنا نحطها يعني. وبس حطي كده واحدتين سمنة كده بالفرشة كده وخلاص. وحطي بقى، انا الكاستر بتاعي يعني برد شوية، وحطيته في الكيس الحلواني عشان يبقى اسهل لي يعني، بدل ما اقعد احط بالمعلقة وكده. وحطي بقى كده وظبطي وسويه كده مع بعض وبس. اي سوا كده، وما تحاوليش تخرجي بره الصاج الجلاش نفسه من تحت يعني. خليه متساوي كده. هنمسك بقى ورقة ورقة، مش هندهنها ولا نحط فيها سمنة ولا نحط فيها اي حاجة. ورقة ورقة. بصي بصي، سهلة 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 بطريقة مش ممكن. كشكشي كده بايديكي وحطي في الصاج. بصي، ما فيش اسهل من كده حقيقي والله. امسكي الورقة التانية وكشكشي كده بايديكي وبس، ولا هتدهني حاجة ولا تحطي عليها حاجة ولا اي حاجة. هو كده في الاخر بس اللي هنحط السمنة عليه. بصوا بالمنظر فوق الكاستر وفوق البطانة اللي احنا عاملينها. انا هنا خلصت اهي، اللفة كلها خدتها. حلو بسم الله ما شاء الله، وبيكفي يعني من الحبايب يعني. بسم الله ما شاء الله والله. هنا السمنه بتاعتي مسيحاها طبعا ومخليها جنبي. دي حسب راحتك انت بقى، عايزه تحطي كتير تحطي قليل. فانا حطيت الكميه الكافيه ليها. وانا من كده كده مشغله الفرن على 100 و 160، ومخليه ما بياخدش ثواني، خلي بالك ما بياخدش ثواني. وحسيت ان هو على طول، ورحت مولعه الشوايه ثواني برضو عشان الشوايه بتحرق الحاجه بسرعه. ورحت طافيه ومطلعه بقى الصينيه اهي طلعت. بصوا المنظر جميل جدا. عندك السيرب بتاعك بقى، كلنا بنعرف نعمل السيرب والشربات ازاي. فانا كان عندي اصلا في التلاجة، فهي بردت هنا السيرب سخن وهروح حاطه عليه. انا سبتها لما بردت شويه ورحت مسخنه السيرب بتاعي وحطيتها. حاجه من الاتنين تبقى سخنه يعني.
بس تحفة. عندك بقى سوداني، اعمليه شوية كده في الكبة وروح رش عليه. عندك مكسرات رش عليه، عندك جوز هند رش، الموجود عندك رش عليه كده من فوق الوش. بصي هتدي منظر فظيع. حقيقي والله عجبتني، يعني تستاهل الضجة اللي عاملينها، تستاهل. هنا انا عندي عين جمل كده، عملتهم كده بايديا شويه، كسرتهم كده وقلت احط عليهم ايه فوق الوش كده، يعني يدوا منظر، يدوا منظر يعني منظر وطعم وكل حاجه. يعني انا بقولك عندك اي حاجه رشيها عليها فوق كده. بصوا، يا سلام على المنظر، يا سلام. والخرطه ايه طالعه بخرطتها، يعني حاجه كده فظيعه. والله العظيم حقيقي جميل. اللحظه بقى اللي بدوق فيها دي، قال يعني انا مش هاكل بعد كده يعني. اللي بدوق فيها يعني. جميلة جدا، جربوها بنص لفة كل جلاش. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.